في الطريق، الضابط غانم كان بيسوق العربية وهو بيتكلم في التليفون مع زميله وقال بغضب شديد: يعني بعد كل الترتيبات دي كلها والمراقبة برضو يعرفوا يعدوا منهم وما نعرفش نمسك عليهم حاجة؟ أنا بقيت متأكد إن في بينا خاين يا مروان. مروان رد وقال: يمكن، بس الأكيد عائلة عاصم الدالي دي ناس مش سهلة، رغم إن كلنا متأكدين إن هما بيتاجروا في المخدرات، لكن مش عارفين نمسك عليهم دليل واحد. شكلهم مسنودين جامد بقى. اتكلم غانم وقال: على نفسهم. انت عارف ان انا موتي وسمي اشوف الغلط ومحاسبش اللي عمل كده. امال احنا اسمنا ظباط ليه؟ مش دي مهمتنا برضو؟ نطبق القانون. اتكلم مروان بقلق: لا، بقولك ايه يا غانم، انا خلاص هطلع نفسي من القضية دي. كفاية اللي هو بنفسه حذرنا ملناش دعوة، وكان هيحولنا للتحقيق. اياك انت كمان تضيع نفسك المرة الجاية. اياك انت كمان تضيع نفسك المرة الجاية، هتكون بفورة فعلا، وممكن تخسر وظيفتك. اتكلم غانم بتحدي: على جثتي اسيب القضية دي وهعمل المستحيل لحد ما اوقعهم. غانم قفل التليفون ومستناش رد زميله، وفي الوقت ده كان في إشارة فاضطر يقف، لكن اتفاجئ بصوت موسيقى، ولما بص من بعيد لقى واحد عمال يطبل وواحدة واقفة وعمالة ترقص بحركات احترافية، وجمالها كان بيجذب اللي رايح واللي جاي قصادها. كانوا بيقفوا يتفرجوا عليها ويحطوا لها فلوس وهم بيسقفوا فرحانين. غانم علق بسخرية: هي الامور دي كمان بقت تحصل في الشارع عادي، مش في الكباريهات وبس؟ والله لو فايق ليكم كنت نزلت فرجتكم مقامكم. غانم في الوقت ده كان هيطلع بعد ما الإشارة فتحت، لكن لما قرب شوية بالعربية ابتدى يشوف وش الرقاصة دي بشكل أوضح، وهنا كانت الصدمة. اتفاجئ بيها، نسخة من بنت عيلة عاصم، البنت اللي تاهت منهم زمان ولحد دلوقتي مش لاقيينها. مش معقول، ايه الشبه الكبير ده؟ وفي الوقت ده جاتله فكرة لمعت في عقله، فقال بحماس: لقيتها، وعرفت ازاي هوقع عائلة عاصم. في المخزن، شروق مسحت عرقها وقالت وهي بتنهج: بقالي 6 ساعات برقص يا مفتري، وكل ما شاورلك واقولك تعبت تقولي طول ما الناس حواليكي مبسوطة ما توقفيش، ايدك بقى على يوميتي. رد فاروق عليها: ها يا بت، ما انت اللي حلوة وبتزغللي عين الناس. يا بت، ما انت اللي حلوة وبتزغللي عين الناس حواليكي. حد برضه يقول للرزق لا؟ اهو بدل ما كنا هنروح اي كباريه ويتنصب علينا شغالين مع نفسنا، وكده اريح. اتكلمت شروق: فاروق، ما تاكلنيش في الكلام، بقولك هات فلوسي، انا يا اخويا مش نازله الشغلانه دي حبا فيها وكمان يتنصب عليا وماخدش حاجه. انا مش عارفه امتى ربنا هيتوب عليا من القرف ده. في ايه يا بت؟ هو انا هاكل يعني عليكي حقك؟ بحوشهم لك علشان نشوف لنا كده مسرح على القد، بدل ما انتي بترقصي في الشوارع قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. الحق عليا يعني، عاوزه اكبرك؟ ردت عليه شروق بحده: انا مش عاوزه اكبر، هات فلوسي حالا بدل ما اعملك مصيبه فيها. انا مش كل مره هتاكل بعقلي حلاوه، وانا فاهمه كويس الاعيبك دي يا جوز امي يا حرامي، مش عاوز نمسك قرش علشان افضل طول الوقت محتاجالك. فاروق اتعصب في اللحظه دي عليها ومسكها من شعرها وضربها بغضب شديد وهو بيقول: اما انك بنت قليلة الرباية صحيح، شكلي كده وحشتك علقة من بتوع زمان عشان تتلمي وتعرفي تعلي صوتك عليا وتبجحي، وقابليني لو خدتي مني مليم احمر. ابعد ايدك يا مفتري، ربنا ياخدك ويخلصني منك. هو انا بشتغل واتعب وانت تاخد حقي؟ بقولك ايه، هات فلوسي لإلا مش هنزل معاك تاني ارقص وشوف هتاكل منين. ساعتها هرميكي في الشارع لكلاب السكك. هو انتي ناسية ان انتي ملكيش مكان اللي عندي ولا ايه؟ بدل ما تشكريني يا بنت الكلب بتعلي صوتك عليا. فاروق قرب علشان يضربها تاني، لكن في الوقت ده اتفاجئوا بدخول ظابط عليهم. اقف عندك يا راجل انت وسيبها. اتكلم فاروق بخوف: يا نهار اسود ومنيل، انت بلغتي عني ولا ايه يا بنت ايه اللي جاب الظابط ده هنا وعارف مكاننا منين؟ انا ما عملتش حاجة يا بيه وماليش دعوة، هي السبب في كل حاجة. شروق اتصدمت من كلامه اكتر من وجود الظابط هنا، واتفاجئت بيه طلع يجري ويهرب وسابها لوحدها معاه. وفي اسم الشرطة غانم كان حاطط رجله فوق المكتب وهو عمال يدخن السيجارة ببرود، وشروق عمالة تعيط وتقول: ايه يا باشا، انا والله العظيم ما عملت حاجة،
فاروق الكلب جوز امي هو اللي كان بينزلني غصب عني علشان ارقص في الشوارع. غانم بصلها جامد وهو بيتفحصها بنظرات واضحة وقال: ويا ترى بقى عارفة عقوبة حاجة زي كده انت والبيه اللي طلع يجري وسابك وباعك من غير ما قرب منه حتى؟ شروق اتوترت من نظراته وقالت بخوف: ما هو انا ماليش مكان تاني من بعد ما امي الله يرحمها ما ماتت، وكل اهلي رفضوا يستقبلوني، وكل واحد قال يلا نفسي، ومش هنجيب لنفسنا حد تاني نصرف عليه، وكفاية علينا عيالنا، وهو ما كانش قدامي حل غير اكون مع جوز امي اللي كان بيصمم ان اشتغل واجيب له فلوس. وما لقيتيش اي شغلانه في الدنيا انت وجوز امك ده غير انك ترقصي في الشوارع وفرحانين قوي بنظرات الرجاله ليكي وهم زي الهبل بيدفعوا تمن فرجتهم عليكي؟ سبتي ايه للعوالم اللي بيرقصوا في الكباريهات وبيبيعوا نفسهم للرجاله؟ او مش بعيد اصلا تكون دي شغلانتك كمان. شروق كلامه وجعها وخلاها تتضايق وتتحرك، فقالت بحده: حاسب على كلامك يا بيه، انا رقاصة صحيح بس الحمد لله محافظة على شرفي، وبعدين بدل ما انت بتحاسبني وماسك فيا روح شوف السبب اللي خلاني كده، ولا انت مش بتيجي اللي على الغلبان اللي زيي. غانم اتعصب منها ونزل رجليه وقام مشي ناحيتها ومسكها جامد من ايديها وقال: جرى ايه يا بت؟ هو انت هتنسي نفسك ولا ايه يا روح امك؟ مهما كانت ظروفك الا افهموا حاجة واحدة بس، المحترمة بتفضل محترمة، فبلاش وش البراءة ده، والله اعلم مخبية وراه ايه تاني. وانا مش زي الرجالة الهبلة اللي بتريل عليكي اول ما يشوفوكي في الشارع وادفعلك، حتى يعني لو حلوة شويتين تلاتة فبرضو مش هيخليني انسى اصلك اللي انت رقاصة اصلا. شروق حست بالحسرة والحزن من كلامه وبدأت تحاول تشد هدومها لتحت اللي هي لابساها وهي بتعيط على نفسها، وقالت بقهر: معاك حق، ما انا رقاصة وهفضل طول العمر في نظرك ان الرقاصة بتعمل كل حاجة حرام. اعمل اللي انت شايفه يا بيه ودخلني السجن، على الاقل ارحم من جوز امي والرقص في الشوارع. غانم تجاهل دموعها وبعد شوية قال لها: طب ولو قدمتلك فرصة عمرك ومن بعدها يبقى لك علشان ما تتحوجيش لحد، وكمان هجيب بشرط بيت واحد بس باسمك. عاوزك. شروق اتصدمت من كلامه وقالت بحدة: قلتلك يا بيه انا محترمة ومحدش لمسني، وبعدين عامل لي فيها انت اللي محترم وفي الاخر بترسم كل الرسمة دي، علشان كده يبقى ارميني في السجن احسن وشوف لك واحدة تانية. غانم رغم انه اتضايق من كلامها لكن جواه حس انها فعلا مش بتكذب ومحدش لمسها، فرد وقال لها: لسانك لو طول عليا تاني هوريكي انا ممكن اعمل فيكي ايه، هو بس يا دوبك انزلك الحجز واوصيهم عليكي وهم بقى ومزاجهم يعملوا اللي عاوزينه فيكي. اسمعي كلامي للاخر، انا عاوزك لمهمة شغل. نعم شغل؟ واشمعنى انا؟ وشغل ايه ده اللي ممكن اشتغله مع الحكومة يا بيه؟ انا خارجة من الثانوية، يعني مش هفيدك بحاجة. ما تتكتمي بقى علشان تسمعيني للاخر وتفهمي قصدي. في عيلة كبيرة بتشتغل في المخدرات، ورغم ان كلنا عارفين ده هنا في الداخلية لكن مش عارفين نمسك عليهم دليل واحد، وكل ما نقرب للأسف حد بيحميهم ويعرفهم، ومن حسن حظك انك شبه بنتهم اللي تاهت منهم زمان وهي عندها 5 سنين ونفسهم يلاقوها. مش فاهمة برضو يا بيه، يعني ايه تاهت منهم من 5 سنين وشبهي وانا عندي دلوقتي 22 سنة؟ رد غانم وقال: الذكاء الاصطناعي ما خلاش حاجة، وهم حاولوا يلعبوا على الصورة ويشوفوها وهي كبيرة شكلها هيكون ايه، ونزلوا في الجرايد مكافآت كبيرة قوي لانهم كانوا هيموتوا ويلاقوها بأي شكل. صحيح دلوقتي بطلوا وفقدوا الامل يدوروا عليها وتقريبا اعتقدوا انها ماتت، لكن متأكد لو خدتك من ايديكي ودخلت بيكي ليهم حاجات كتير قوي هتتغير، هعرف اقرب منهم بمعنى اصح. ايوه يعني انت عاوز مني ايه بالظبط يا بيه برضو؟ هفهمك بشكل مختصر لانك طبعا مش مسموح لك تعرفي المهمة كلها غير الجزء اللي انت هتنفذيه. انت هتعملي نفسك مراتي علشان اقدر ادخل معاكي واقرب منهم ويثقوا فينا، ومهمتك انك تمثلي انك بنتهم وتشغليهم، وانا مهمتي امسك عليهم دليل. فهمتي؟ يعني حضرتك عاوزنا امثل اني مراتك قدامهم، يعني هنكون بعيد عن بعض وكل واحد في حاله، مش كده؟ ما هو انا مش هكون مراتك في الحقيقة برضو، انا مش عبيطة للدرجة دي حضرة الضابط. بنتي انا ما بحبش الرغي الكتير، مش فاهم يعني عامله لي فيها شريفه على ايه؟ ده انا جايبك بترقصي في الشوارع
على العموم علشان اخلص من وجع الدماغ ده هكتب عليكي بجد، ومن ناحية تانية اضمن انك هتكوني تحت سيطرتي وما تلعبيش بيا، ما انا برضو مش لازم اثق فيكي قوي. اتكلمت شروق بقلق. بس انا مش موافقة، قصدي يعني الموضوع شكله كبير عليا ومش هعرف امثل ولا ادخل وسط الناس دول، اكيد هتلاقي غيري وسيبنا امشي في حالي يا بيه. غانم قرب منها بخطوات هادية وهو ساكت، وفجأة شدها جامد من دراعها وقال بعنف: هو حد قالك ان انا باخد رأيك يا روح امك ولا بتحايل عليكي مثلا؟ انا بأمرك وبديك فرصة عمرك وانت واجب عليكي تنفذي. ايه مش عاوزة تنضفي وتعملي حاجة تفيدك وتكفري عن ذنوبك بيها وبعدها تبدأي من جديد؟ ما تفوقي لنفسك كويس، ده انا هتنازل واتجوز واحدة زيك اصلا. يا باشا يا باشا، انا خايفة منجحش في المهمة وانت تقلب عليا اكتر. هكون جنبك خطوة بخطوة، كلمة زيادة صدقيني هرميكي للكلاب برا، ومستنيين بس إشارة مني علشان يقطعوكي وهيعملوا عليكي حفلة. الظاهر انك مش عارفة بتتعاملي مع مين. اتكلمت شروق بدموع: حرام عليك، انا مش وش بهدلة، بتعمل فيا كده ليه؟ هو انا اذيتك في حاجة؟ رد غانم ببرود: يبقى قدامي على المأذون من غير كلام كتير، وبعدها هتنفذي كلامي بالحرف الواحد. يلا. غانم ولع النور بعد ما قفل باب الشقة، فاتفاجئ بشروق اتنفضت بخضة، فقال بسخرية: مالك يا عروسة، خايفة من ايه؟ مش هاكلك يعني، ده انت في بيت حضرة الضابط، يعني أأمن مكان ليكي المفروض ما تخافيش منه. شروق بلعت ريقها وقالت بتوتر: هو احنا هنا بنعمل ايه؟ مش المفروض نبدأ المهمة يبقى كل واحد يكون بعيد عن التاني؟ غانم قرب منها وقال لها: يعني انا متجوزك علشان خاطر مهمة خطيرة وفي الاخر اكشف نفسي واقعدك في مكان وانا في مكان؟ امال يبقى اسمنا متجوزين ازاي؟ بعدين لسه في ترتيبات لازم تحصل قبل المهمة، زي اني اعرفك هتعملي ايه علشان ما تكشفنيش، وكمان هنطلعلك بطاقة واوراق وحاجات تانية كتير لسه هتعرفيها قدام. ردت شروق بضيق شديد: خلاص حاضر، انا مش عارفة الهم ده كان مكتوب عليا فين يا ربي. غانم شدها جامد بالغصب لدرجة خبطت في صدره وبقت بين ايديه، واول ما حطت ايديها بتلقائية على صدره علشان ما تقعش حس برعشة في جسمه وقال لها: ما تتكلمي عادل معايا يا بنت انتي، محسساني جايبك هنا اعذبك وانا جايبك اعمل فيكي جميل واخليكي بني ادمة، واظن مش محتاجة اقولك تعامليني باحترام. اذا ما كنتش علشان ظابط وانتي حتة رقاصة فعلشان انا بقيت جوزك دلوقتي. اتكلمت بتوتر: طيب ابعد عني وسيب ايدي، وبعدين مش المفروض يكون جوازنا على الورق وبس؟ وملكش حاجة عندي غير المهمة اللي بسببها اتجوزتني وجايبني هنا؟ غانم رفع حاجبه باستنكار وشدها من خصرها بالعند فيها وقال لها: ومين بقى ان شاء الله اللي حدد ان جوازنا هيكون على ورق وبس وان انا ماليش دعوة بيكي؟ انتي اتهبلتي؟ بأي حق بتأمريني اتعامل معاكي ازاي؟ طب انا عاوزك بقى يا عروسة، قلتي ايه؟ شروق اتصدمت من كلامه وقالت بارتباك: ابعد عني، ما يصحش اللي انت بتعمله ده، كده غلط، وانا اخدت عهد على نفسي مستحيل اخلي حد يقرب مني بالطريقة دي الا لو كان جوزي. نعم يا اختي، امال انا شقطك ولا ايه؟ والمأذون اللي كتب كتابنا من شوية وكنا عنده ده كان بيعمل ايه؟ هو انتي مش واخده بالك انك مراتي وده حقي؟ ايوه بس جوازنا تم لغرض معين مش للي في دماغك، علشان كده ما ينفعش، احنا هنخلص المهمة وكل واحد يروح لحاله. ده انتي بتعصبيني اكتر بقى. طب انا ماليش دعوة بكل ده، انتي مراتي وكتبنا الكتاب يبقى انا عاوز حقي بقى فيكي. شروق اتصدمت لما بدون مقدمات شالها بين ايديه وحاولت تبعده كتير وتحرك رجلها في الهواء، لكنه تجاهل كل اعتراضاتها وهو بيتحرك ناحية اوضة النوم وفعلا نفذ اللي هو عاوزه. شروق شدت الغطا عليها وقالت بحزن: منك لله يا أخي، ضيعت حتى الحاجة الوحيدة اللي كنت بحاول أحافظ عليها وسط الوحوش اللي أنا عايشة وسطيهم وأولهم جوز أمي، دمرتني خلاص وارتحت. انتي اتجننتي يا بنت انتي ولا اتهبلتي؟ انتي مالك مكبرة الموضوع كده ليه؟ انا جوزك واللي حصل ده حقي وعادي جدا كمان يحصل اكتر من مرة، وبعدين انتي اللي استفزتيني وانا معاش ولا كان اللي يقف قدامي ويعند معايا. شروق مسحت دموعها وقالت:
هو انا مش جاية هنا علشان مهمة؟ يبقى ما كانش ينفع ولا ليه اي لازمة يحصل بينا اللي حصل. حرام عليك، هو انت ما عندكش اخوات بنات تقبل حد يعمل اللي عملته معايا ده من شوية؟ غانم شدها وقال بخبث: والله لو حلوين كده زيكم متجوزين فده لازم يحصل اصلا، وبيني وبينك منكرش ان انا كنت عاوز اخوفك مني وبعد كده هبعد، لكن بصراحة ما قدرتش اقاومك، ولا كنت اعرف ان دي هتكون بالنسبة لي احلى ليلة قضيتها مع واحدة زيك. شروق اتكلمت بحدة: طالما واحدة زيي بقى يبقى تبعد عني وملكش دعوة بيا تاني، واللي حصل ده مش هسمح انه يتكرر. هتعندي تاني؟ طب اسمعي بقى يا حلوة، زي ما هستفيد منك بالمهمة هستفاد منك لأغراض تانية. أصلك بصراحة عجبتيني ودخلتي دماغي، وحرام برضه اسيب واحدة زيك قدامي وهي بالمنظر ده، ومراتي أصلا وحقي، يعني كل كلامك ده مش هيفرق معايا في حاجة، وإذا كان على الطلاق اللي أنا موعدتكيش بيه أصلا فعادي لو حصل وتبقي اسمك مطلقة. اتكلمت شروق بحسرة: بس كانت هتفرق معايا كتير ان الاقي فعلا حد يعوضني ويكون اول شخص في حياتي واول واحد كمان يلمسني، بس للأسف عمرك ما هتفهم الكلام ده. غانم مسكها جامد وقال بعنف: جرى ايه؟ ما تحترمي نفسك، هو انت كمان بتقولي قدامي كان نفسك في راجل تاني ان هو اللي يلمسك وناسيه ان انا جوزك؟ حتى لو جوازنا تم الغرض معين، قسما بالله لو سمعتك بتجيبي سيرة اي راجل غيري لهرميكي لكلاب السكك. ابعد بقى عني وكفاية اللي عملته، مدغور من وشي بقى، انا مش قادرة اقوم علشان مش طايقاك. غانم نفخ بضيق وبعد كده شالها وهي قالت بقلق: انت بتعمل ايه؟ والله العظيم لو قربت مني تاني لهصوت والم عليك الناس وهفضحك انت والمهمة بتاعتك دي. بس يا بت تلمي، انا واخدك للحمام طالما مش قادرة تقومي، يا ريت بس يتمر فيكي في الاخر. شروق سكتت بخجل شديد وبعد كده ساعدها تدخل البانيو، وهي رفضت مساعدة اكتر من كده، وهو بالفعل مشي وسابها. اتنهدت براحة لما طلعت بعد فترة وما لقيتهوش موجود، وفهمت انه مشي. وبعد مرور ساعات شروق فتحت عيونها على حد بيحرك ايده على جسمها، فشهقت بصدمة وقالت بحرج: انت بتعمل ايه؟ وبعدين رجعت امتى؟ غانم رد عليها وقال لها: من شوية، ولقيتك نايمة خالص ومش حاسة بالدنيا، بس لما ركزت معاكي خدت بالي انك نايمة ولابسة لبسي، مش دي برضو هدومي؟ ردت شروق بخجل: ما انا ما لقيتش غيرها مناسبة ليا وما عنديش هدوم، واللي انا كنت لابساه اتبهدل، مش انت اللي خدتني واتجوزتني على طول وما خلتنيش اروح حتى لم هدومي من عند جوز امي. غانم كان قاعد بيتابع تفاصيل جسمها بعيونه باهتمام وقال: ومين قال ان كده وحش؟ البسي من عندي براحتك، بالعكس ده انت محلية الهدوم اكتر ما كانت عليا. صحيح الرق على الاساس. شروق شدت الغطا عليها وهي بتداري نفسها وقالت بإحراج: انا عايزة هدومي، على فكرة ما ينفعش اقعد كده قدامك، من فضلك خليني اروح اجيبها. تروحي فين؟ ومين قالك انك هتروحي اصلا لجوز امك ده ولا اي حد تاني؟ حياتك القديمة دي تنسيها خالص علشان ما بوظيش المهمة، بس ان كان على الهدوم هجيبلك انا احسن منها. ودلوقتي يلا قومي علشان جبتلك اكل معايا، مش ناقص يحصلك حاجة والمهمة تبوظ قبل ما تبدأ. شروق بصت له بقرف وهو قام، فقالت في سرها: حيوان، كل خوفه على المهمة. شروق ما اعترضتش وقامت لانها فعلا كانت جعانة، لكن كانت قاعدة مش مرتاحة من نظرات غانم ليها كل شوية، اللي كان حرفيا بياكلها بعيونه وهو عمال يتابع الاجزاء اللي باينة من جسمها من القميص اللي لابساه. فحاولت تخلص اكل بسرعة، لكن فجأة شرقت وفضلت تكح، وعيونها وسعت لما لقيته قرب منها حضنها وفضل يطبطب على ظهرها واداها كوباية مية وقال بخبث: سلامتك يا حلوة، مش تاكلي بالراحة؟ هو في حد بيجري وراكي؟ اشربي المية علشان الشرقة دي تروح. شروق شربت بخجل وقالت: انا شبعت الحمد لله، هدخل بقى انام، تصبح على خير. انا كمان شبعت، يلا بينا ننام فعلا علشان بكرة ورانا حاجات كتير. ايه ده؟ هو انت رايح فين؟ داخل معايا الأوضة ليه ان شاء الله؟ ما انت عندك الشقة كبيرة اهي فيها اوض تانية، اشمعنى الأوضة دي؟ يمكن علشان شقتي واوضتي مثلا وانا انام في الحتة اللي تعجبني. خلاص يبقى انا اللي هشوف لي مكان تاني بعد اذنك. غانم شدها من خصرها جامد وقال لها بقوة:
عودي نفسك المكان اللي اكون موجود فيه تكوني جنبي زي ضلي، وما تتحركيش وتبعدي عني حتى لو لوحدنا، ومكان ما اكون موجود تكون انت كمان قصاد عيني. غانم ما ادهاش فرصة للاعتراض وشالها ودخل بيها على جوه، وهي ملقتش قدامها حل غير الاستسلام. عدت فترة وغانم كان بيحاول يدرب شروق على المهمة علشان تتقن الدور انها بنت عاصم وواحدة من عيلتهم. وفي مرة كان وصل بيها في مكان زي الصحراء، فسألته بقلق: هو انت جايبني هنا ليه؟ وايه السلاح اللي في ايدك ده كمان؟ رد عليها بسخرية: اكيد يعني مش جايبك هنا اقتلك وادفنك من غير ما حد ياخد باله منك، انا جايبك هنا علشان ادربك على السلاح، جايز يحصل حاجة في الامور وتحتاجيه. شروق ردت عليه بفزع: السلاح ايه اللي امسكه؟ هو انت مفكرني ممكن استخدم البتاع ده؟ هو انت مش قلت هتحميني وهتفضل جنبي طول الوقت؟ يبقى ملهاش لازمة لو حصل حاجة وانت اللي تستخدمه. افهميني وبلاش تنشفي دماغك، احنا داخلين على مهمة صعبة وهنكون وسط ناس اكبر تجار مخدرات في البلد، وممكن في اي لحظة نتكشف وما كنش جنبك، فلازم اعلمك كم ضربة بالايد وكمان تتدربي على السلاح. ردت عليه شروق بحزن: هو انت بتخوفني ليه؟ شكلك كده عاوز تدربني علشان لو حصلت حاجة في الامور فعلا هتبيعني انت والبوليس بتاعك ومش هفرق معاكم. بقى تبقى كلبة وراحت، هي ليها حد يعني يسأل عليها بصحيح؟ غانم ما ردش عليها وحضنها من ورا وهو حاطط السلاح قدامها وأجبرها على التركيز، وبدأ يدربها عليه. وبعد كده بدأ كمان يعلمها كم حركة من الكاراتيه. شروق كانت خلاص تعبت، فأول ما شدها ناحيته استسلمت ووقعت في حضنه وقالت بتعب: خلاص بقى انا جبت اخري، مش قادرة. هو لازم اتدرب على الحاجات دي كلها مرة واحدة؟ لا مش لازم، هو كفاية عليكي كده النهاردة فعلا، يلا تعالي معايا. ايه، هنروح اخيرا؟ انا هموت من التعب، ولو لقيت اي سرير قدامي هترمي عليه على طول. هو انا فعلا هوديكي لسرير لكن في مكان تاني، انا ليا هنا كوخ صغير معمول من الخشب بتاعي، تعالي نقعد فيه ونبقى نروح الصبح علشان ما ينفعش نمشي هنا بالليل. شروق بصت له شوية بشك، لكن في النهاية راحت معاه وفضلت تبص على الكوخ. ورغم انه كان صغير لكن عجبها جدا، ففضلت تبص على الحاجات وتتفرج. لكن قبل ما تدخل لجوه اتفاجئت بيه بيشدها من خصرها جامد ناحيته. اتكلمت بإحراج: ايه في ايه؟ ما تسيبني اتفرج شوية، مش هاكل منه حتة يعني. غانم رد بصوت ماكر: انا منعتكيش تتفرجي، بس وبعدين مش كان نفسك تنامي؟ تعالي بقى افرجك على السرير، دي احلى حاجة هنا وهتعجبك قوي. شروق اتنهدت بضيق شديد وعرفت انها مهما تعترض مش هيسمع كلامها، علشان كده سكتت بقلة حيلة. وهو قرب منها بإصرار زي العادة، وكأنها خلاص بقت جزء من يومه ومش قادر يبعد عنها. شروق كانت قاعدة بتفرك في ايديها بتوتر، وفجأة حست بغانم مسك ايديها وطبطب عليها وقال: ما تخافيش، انتي قدها، اهدي خالص وتعاملي عادي، ولو ضغطوا عليكي في الأسئلة سيبيني انا ارد، اتفقنا؟ شروق هزت راسها وضغطت على ايده فعلا كأنها عاوزة تستمد منه الأمان. وفي اللحظة دي دخل عاصم وقرب منها وقال بعدم تصديق: أمل، مش معقول، ده هي فعلا نفس الصورة، أخيرا لقيتك يا بنتي، تعالي في حضني يا حبيبتي. غانم وقف وهو بيحاول يبتسم، لكن ضغط على ايده جامد وهو بيحاول يمسك اعصابه لما قرب منها وحضنها علشان ما يكشفش نفسه. لكن خد باله من سراج اللي كان المفترض الوريث الوحيد لعاصم واخو امل، لكن كانت نظراته غير والده خالص. جرى يا بابا، هو احنا مش قلنا هنعمل التحاليل الاول ونتأكد اذا كان على الشبه؟ ففي ناس كتير نسخة من بعض. اتكلم عاصم بسعادة: انا قلبي حاسس انها امل، ركز فيها، هي نفس الملامح والوش. يا حبيبتي، لو تعرف انا دورت عليكي قد ايه علشان اوصلك، منهم لله اللي فرقونا عن بعض. انتي ساكتة ليه ومش بتتكلمي؟ ها؟ ابدا، بس لسه مش مستوعبة. انا كمان الصدمة وبحاول اخد على الاجواء، ان يعني معقول بعد السنين دي كلها يطلع لي اب وعيلة وانا معرفش. رد سراج وقال: اسمها لسه هنتأكد، بس مين الاستاذ اللي واقف جنبك ده؟ غانم رسم ابتسامة هادية وقال:
أنا فريد العمري زوج أمل بنتكم، وأنا اللي تواصلت معاكم لما شفت الصورة في الجرايد بالصدفة عند واحد صاحبي كان بيجمع النسخ القديمة. بصراحة معرفتش الأول أتصرف إزاي، وحتى لما اتشجعت وقلت لها هي كمان قالت لي أكيد في حاجة غلط. لكن أنا عارف أمل حبيبتي قد إيه كان نفسها يكون ليها عيلة، فشجعتها إن احنا نيجي هنا ونشوف هل فعلا انتم عيلتها ولا لأ. رد عاصم وقال: كتر خيرك يا ابني، احنا هنبدأ نعمل التحاليل على طول، وان شاء الله هتكون بنتي، وساعتها هعوضك عن كل حاجة. سراج اتنهد بضيق شديد، وبعد فترة فعلا بدأوا يعملوا التحاليل اللي كان غانم والشرطة مجهزينها انها تأكد ان شروق بنت عاصم. اللي بعدها طار من الفرحة وما صدقش نفسه ان اخيرا لقى بنته اللي كانت تايهة منه من سنين، وصمم ان لازم يعمل حفلة كبيرة عشان الكل يعرف. شروق كانت قاعدة عمالة تتفرج على الأجواء، واتفاجئت بغانم لف ايده حوالين وسطها علشان يخليها تنتبه لوجوده وتهدى وتطمن. فقال لها بهمس: عايزك تحاولي على قد ما تقدري تشغليهم هنا معاكي، وانا هطلع فوق المكتب ضروري. ماشي هحاول، بس اللي اسمه سراج ده حاسة مركز معايا قوي، وكل ما نبقى لوحدنا بيقعد يضغط عليا في الأسئلة. انا بعرف اجاوب ما تقلقش، بس نظراته ليا غريبة. غانم مسح على شعرها ووشها وقال لها بحنان بابتسامة هادية علشان محدش يشك فيهم: ملاحظ انا كمان اكيد، بس ما تقلقيش، هو مش كشفنا ولا حاجة، هو مش عاوز حد يكون وريث معاه مش اكتر، علشان كده عاوزك تكوني هادية خالص. سراج قرب منها في اللحظة دي وهو ماسك كاس خمرة في ايده وقال: ايه يا جماعة، مش كفاية حب بقى حتى قدامنا وتركزوا مع الحفلة اللي معمولة لاجل خاطر امل اختي؟ ليكي وحشة والله يا حبيبتي، بس مين كان يصدق ان احنا نتقابل بعد السنين دي كلها؟ صح، إرادة ربنا بقى والنصيب إن احنا نتجمع من تاني. سراج شرب من الكاس اللي في إيده وهو مراقبهم جامد، وبعد كده سألهم: هو انتم تعرفوا بعض منين؟ اتعرفتوا يعني على بعض ازاي؟ اصلا انا على طول ملاحظ انك لازق فيها زي ما تكون كده خايف. غانم رد عليه بثبات: قصدك يعني ان انا خايف عليها؟ طبيعي، مراتي وحب عمري الوحيد، وانا اكتر واحد حاسس بيها هي قد ايه متوترة ومش واخدة لسه على الاجواء دي، علشان كده فعلا متعودين من زمان ما نسيبش بعض خالص، مش كده يا حبيبتي؟ اه طبعا يا حبيبي. اتكلم سراج وقال: طب ما قلتيش اتعرفتوا على بعض ازاي؟ رد غانم عليه: عادي، كانت صدفة غريبة، حبينا بعض في خناقة، كنت متعودة اركن في مكان معين كل يوم وهي جت ركنت فيه، اتعصبت عليها واتضايقت وقعدنا نتخانق، وهي قالت لي هو كان يعني مكتوب باسمك؟ وانا قلت ادبي اكتر وقلت لها يعني ابوكي هو اللي شاريه؟ وكلمة من هنا على كلمة من هنا الناس هدتنا شوية، وبعد كده حسيت ان انا كنت قليل الذوق وانها بنت برضو والمفروض اكلمها بأدب، وبالفعل اتأسفت لها، وهي بصراحة كان صدرها رحب وتقبلت الاعتذار، ومن هنا بدأت قصة حبنا. رد سراج وقال له: لا حاجة ولا في الأحلام صحيح، بس بيني وبينك معك حق تندم وتحس انك قليل الذوق، اصل واحدة بالجمال ده كله المفروض تتقدر، بدل ما حد يشخط فيها ياخدها في حضنه ويطبطب عليها، ولا ايه يا اختي يا حبيبتي؟ شروق حست بايد غانم وهو بيضغط على وسطها وبيكتم غضبه، فحطت ايديها على ايده بتوتر وقالت: شكرا، مجاملة لطيفة منك. سراج حط الكاس على جنبه وقرب منها وهو بيقول: لا انا مش بجاملك، فكرك انتي لو مش مرتبطة كانت الرجالة هنا اتهوست عليكي وقعدوا يتراهنوا مين هيفوز بيكي الاول علشان يرقص معاكي الرقصة الاولى، بس انا اللي هتولى المهمة دي. رد غانم عليه بحدة: نعم، قصدك ايه؟ رد سراج بخبث: ايه يا عم انت هتغير عليها من اخوها؟ اختي حبيبتي وعايزة ارقص معاها، المفروض تساعدني اقرب منها بدل ما احنا حاسين اننا زي الاغراب كده، تعالي في حضني يا حبيبتي. غانم شدها جامد ناحيته وقال بنبرة تملك: مراتي مش هتتحرك من جنبي ولا هترقص مع حد حتى لو كان انت. شروق اتدخلت بسرعة وقالت: غانم قصده ان انا مش بعرف ارقص، معلش شوف حد غيري. سراج قرب منها باستفزاز اكتر وقال بتصميم: طب وماله، اعلمك، هاتي ايدك يلا وحطيها على كتفي وقربي من حضني وسيبي نفسك خالص للموسيقى وخلي عيونك في عيوني، واهم حاجة تحسي بكل احساس هعمله.
شروق حست انه مش هيسكت الا لما ترقص معاه، وشافت ان ده جزء من المهمة ولازم تعمله علشان ما يشكش في حاجة. وحاولت بالعافية تبعد ايد غانم، لكنها اتفاجئت بيه بيشدها جامد وقال: لا عنك بقى، انا اولى اتولى المهمة دي واعلم مراتي، عن اذنك. سراج بص على كتفه مكان ما زقه، وخد شروق وراح بيها ناحية الساحة علشان يرقصوا، وابتسم باستهزاء وسخرية، وفضل يشرب وهو لسه بيتفرج عليهم. وفي الأوضة بعد الحفلة اتكلمت شروق وقالت: غانم، انت اتجننت؟ انت مش شايف طريقة كلامه اصلا زي ما يكون شاكك في حاجة؟ انت كده بتأكد له، ما كنت سبتني ارقص معاه وخلاص. رد عليها غانم بغضب شديد: ملعون ابو المهمة عليه، شايفاني قدامك مركب قرون علشان اسيبك ترقصي معاه وتقربي منه بالطريقة اللي كان عمال يشرحها دي؟ ده عيل زبالة اصلا وليه علاقات كتير مقرفة زيه، يعني اكيد لما كنت هتقربي منه ما كانش هيفوت الفرصة الا وهو بيتحرش بيكي. انت مكبر الموضوع على فكرة، انا اخته المفروض مش هيعمل كده اكيد. هو انا لسه هستنى لما يعمل كده؟ الواد ده اصلا شكله كشفنا وفي دماغه حاجة، بس الغريبة ان ابوه بلع الطعم على طول وهو من اول يوم مش مصدق ولا متقبلنا. بس هتأكد كده من حاجة في دماغي، ولو طلعت صح يبقى المهمة خلاص قربت تخلص. ردت عليه شروق بصدمة: يعني انت متأكد انه شاكك فينا وكان بيعمل كده علشان يتأكد؟ وبدل ما تخليه يتأكد ان انا اخته بتزود شكوكه اكتر باللي انت عملته تحت ده. هو انا برضو اللي هقولك احنا جايين علشان ايه، والمفروض نحاول نجاريهم. غانم شدها جامد ناحيته وقال بنبرة قوية: نجاريهم في ايه؟ نجاريهم في اي حاجة الا ان حد منهم يقرب لك، وبعدين انا مستحمل اللي اسمه عاصم ده بالعافية، وهو بيقرب لك على اساس انك بنته، لكن اكتر من كده مش هيحصل، وان شاء الله فعلا اتكشف محدش هيقرب منك غيري. شروق اتصدمت من كلامه وفهمت هنا انه غيران عليها، لكن قبل ما تسأله عن حاجة كان غانم قرب منها علشان يثبت لنفسه انها بتاعته ومحدش ليه الحق يقرب منها بالطريقة دي غيره. عاصم جمع الكل على السفرة وبدأ ياكل وهو بيقول بابتسامة عريضة: انا النهاردة بحتفل بوجودك معانا يا شروق، ومش بس كده، عاوزك تمضي على الورق ده. شروق بصت ناحية غانم وقالت: ايه الورق ده؟ مش فاهمة حاجة. ده نصيبك يا حبيبتي، قسمت كل حاجة بينك وبين سراج، بس انتي زودتلك اكتر، بحيث يعني انك كنتي بعيدة عني وده حقك، تقدري تتصرفي فيه زي ما انتي عاوزة، كده هقدر اموت وانا مطمن عليكي. سراج بس ناحية والده جامد وبعد كده قام ومسك الورق وقطعه تحت صدمة الجميع، وقال بسخرية واستهزاء: طول عمرك غبي يا والدي العزيز، هو انت صدقت اللعبة اللي لعبوها عليك اللي قدامك ده ظابط، والهانم دي معرفش جايبها من انهي مصيبة، لكن بأكد لك انها من رابع المستحيلات تكون بنتك. شروق عيونها وسعت من الصدمة وخوف، وغانم قال بثبات: طيب ما تكمل باقي الاعترافات طالما نويت تكشفنا الليلة بالذات. ليه واثق كده ومتأكد من أول يوم لينا هنا إن دي مستحيل تكون أختك ولا بنته؟ علشان انت قتلت أمل الحقيقية أصلا وانت عيل عندك 15 سنة علشان تورث كل حاجة، ولا ايه؟ عاصم بصلهم بذهول وهو مش مصدق، وبدأ يحس بالاختناق وهو بيقول بصعوبة: هو الكلام ده صح؟ انت قتلت أختك يا سراج؟ رد عليا وفهمني عملت ايه يوم ما اختفت امل؟ انت كنت معاها ورجعت عمال تعيط وقلتلي ان في عصابة طلعت عليكم وخدتها منك. عاصم ابتدى يكح ويتعب، والسراج قال ببرود: كده كده مش فارقة، تعرف الحقيقة دلوقتي، دقيقتين بالظبط وهتموت من السم اللي انا حطيتهولكم في الاكل. وايوه انا اللي قتلت اختي، ومش عارف مصدوم ليه، مستني ايه يعني من واحد من وهو عيل صغير عمال تعلمه طريقة الارجرام والتهريب؟ وبعدين انت السبب طول الوقت، انا اتعب وهي تديها كل حاجة على الجاهز، وفهمت ان لما اكبر ايه اللي هيحصل، انك هتديها كل حاجة، علشان كده خلصت عليها بدري. شروق شهقت بصدمة ورعب اول لما لقت عاصم وقع على الارض وابتدى يطلع سائل ابيض من بقه ومات. وبصت ناحية غانم وفهمت ليه بعت لها رسالة على التليفون تحاول ما تاكلش وتمثل انها بتاكل. سراج وغانم بصوا لبعض بسرعة الاتنين وطلعوا سلاحهم قصاد بعض، وكانت شروق في النص بينهم. اتكلم غانم وقال:
نزل سلاحك يا سراج، المكان اصلا محاصر، وانا عرفت انتم مخبيين المخدرات فين، في المخزن اللي تحت، يعني القضية لابساك، وبما انك قتلت ابوك يبقى هتلبسك لوحدك. اتكلم سراج بعصبية. يعني كشفتني زي ما انا كشفتك، تمام، طالما مش باقي على حاجة يبقى هخلص لك على السنيورة بتاعتك اللي انت جايبها للمهمة، اصل ملاحظ عينك عليها، واكيد لو عملت كده هتتحسر عليها. شروق غمضت عيونها أول ما رفع المسدس ناحيتها، لكن غانم بسرعة جري ناحيتها وقف قدامها، والاتنين ضربوا على بعض. وهنا شروق أول ما فتحت عينيها اتصدمت من المنظر وصرخت بخوف: غانم! في المستشفى غانم فتح عيونه وسمع صوت حد جنبه بيعيط، وابتسم أول ما شاف شروق، فحط ايده على دماغها وقال: يا ترى دي دموع فرحة علشان لسه عايش ولا علشان خايفة عليا بجد اموت؟ شروق رفعت عيونها بلهفة وبفرحة وقالت: غانم، انت صحيت؟ ألف حمد وشكر ليك يا رب، والله عمالة ادعيلك ليل ونهار، وما صدقتش كلام الدكاترة لما قالوا حالتك صعبة. الحمد لله انك فقت. وليه كل القلق والخوف ده؟ للدرجة دي يهمك حالتي بعد ما كنتيش طايقاني ونفسك تتطلقي مني بعد ما المهمة دي تخلص، وتتطلقي بسرعة كمان؟ شروق بتوتر: طيب ما انت كمان ليه وقفت قدامي وخدت الرصاصة مكاني؟ للدرجة دي تهمك حالتي بعد ما كنتش طايقني وبتقول عليا حتة رقاصة وتحمد ربنا انها اتجوزتك؟ غانم حط ايده على خدها ولمسها بنعومة وقال: كنت حمار، انتي طلعتي احلى واجمل حاجة حصلت في حياتي، بس انا ما كنتش مقدر ده ولا واخد بالي منه. انا اسف على كل حاجة قلتها لك ضايقتك، واتمنى بعد ما تسامحيني تديني فرصة. شروق اتصدمت من كلامه وقالت بحذر: فرصة لإيه؟ فرصة ان احنا نعيش مع بعض، بس المرة دي كزوج وزوجة عاديين، وننسى اللي فات. انا مش هقدر ابعد عنك يا حبيبتي ولا سيبك لغيري، فاهمة ده ولا لا؟ حبيبتك؟ هو انت يعني مش واخده بالك من كل ده؟ بس ليكي حق، انا نفسي مش فاهم حصل ازاي، بس كل ما عيون سراج تيجي عليكي ولا يضايقني بالكلام كنت بتجنن، وفي اللحظه دي فهمت ان انا بغير عليكي واني وقعت في حبك يا شروق. موافقه؟ شروق عيونها دمعت من الفرحه وقالت: ايوه موافقه، علشان انا كمان حبيتك يا غانم، وكنت حاسه ان روحي بتطلع لو كنت سبتني لوحدي. بحبك قوي يا غانم. غانم ابتسم بسعاده وقال: وانا كمان بموت فيكي يا حبيبتي. ولحد هنا اقدر اقول لكم خلصت قصتنا يا حلوين. يا ريت لو عجبتكم القصه ما تنسوش تفرحوا قلبي بعمل لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم مني كل قصه جديده هنزلها. دمتم بخير وسلام.